السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. صاحبة القصة بتقول: انا ممرضة، واللي حصل لي من عامل النظافة هحكي لكم كله عليه. لايك واشتراك وفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناة معلومة كل يوم. بتقدم حكايات وقصص حصرية، قصص لتوعية البنات والشباب، قصص بالأحداث اللي بتحصل يوميا. وهنبدأ القصة. صاحبة القصة بتقول: أنا ممرضة شغالة في مستشفى أو في عيادة، وأنا عايشة أنا ووالدتي لوحدينا. والدتي ست كبيرة، وأنا زي ما تقولوا الجواز فاتني أو قطر الجواز فاتني أو كده. إني أنا مفكرتش في الجواز، كان فيه يعني من العرسان بيتقدم لي وخلاص، وانا كنت برفض علشان كنت بكمل تعليمي وكنت بشتغل واصرف على والدتي. وفي الاخر خلاص دلوقتي يعتبر ايه، خلاص انا دلوقتي وصلت ل35 ولسه ما اتجوزتش، وممكن الله اعلم بقى هتجوز ولا مش هتجوز ولا ايه، مش عارفة. جيت في يوم من الايام وانا في المستشفى، لقيت عامل النظافة بيبص عليا. انا كان جسمي من الجسم اللي هو يعني زي ما بيقولوا مفصل او على كام حتة، يعني مثلا الهانش مثلا لوحده جنب، مش عارفة من فوق جنب، مش يعني ايه، حتت كده حتت كده مكعلظة، كل حتة مكعلظة في ناحية. قالت لقيته عمال يبص عليا بصراحة، بصات يعني غريبة. فانا بقول له: في حاجة؟ قال لي: لا مفيش حاجة. قلت له: امال عمال تبص عليا كده ليه؟ قال لي: لا انا مش ببص عليك ولا حاجة، ده انا كنت ببص مش عارفة على شجرة الزينة دي، ولا مش عارفة على ايه، ولا المهم ايه، يعني بيغير الكلام. خلاص سيبته. قلت خلاص شكل ان انا هرسل ايه لعمل النظافة. المهم ايه، الوقت ده عدى، اليوم ده عدى وخلاص. وكنت باخد ورديات على فكرة بالليل، يعني كان الممرضة دي على فكرة بتبقى عليها ورديات ممكن بالليل متأخر بتروق بتبات، ممكن في العيادة عادي. يعني قالت كان بيتعرض عليا كده وكده، ابيت في العيادة، اخد وردية بالليل متأخر، مش عارفة ايه في النهار. فكنت خلاص واتأقلمت على شغلي وخلاص. جيت في ليلة من الليالي كان عليا وردية اني انا هبات في العيادة اللي انا شغالة فيها، هبات فيها. اتاري اللي هو بقى ايه، عامل النظافة ده مركز معايا. عرف ان انا عندي يعني نبطشية او وردية في ايه، في بالليل، وهبات في العيادة. وما كانش فيه الا انا وواحدة كمان كانت معايا. المهم ده اتاريه قعد في العيادة من تحت واحنا ما نعرفش ايه، يعني الوردية بتاعتي بالليل وكده. وشوية لقيت اللي كانت معايا خلاص سلمت ونامت، وانا اللي المفروض بقى اكمل. فانا لقيت ده طالع فجأة كده، وعمال بيبصلي كده ويشاور لي كده ويعمل لي كده بست 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 بست، بيبسبس لي. قلت الله، في ايه؟ طلعت لقيته هو. بقول له: ايه في ايه؟ هو انت ايه اللي جابك دلوقتي، ولا انت انظامه؟ قال لي: انا على فكره ما روحتش. قلت له: ما روحتش ليه؟ قال لي: انا قاعد هنا، انا عرفت انك انت عليكي ورديتك بالليل وشغاله يعني بالليل، فانا حبيت ان انا ايه، اقعد اتكلم معاكي. قلت له: تتكلم معايا في ايه؟ المهم ايه، فعلا قعدت اتكلم انا وهو شويه، وهو حكالي على قصه حياته وانا حكيت له برضه على قصه حياتي، واني انا مش متجوزه وكده وعندي والدتي ست كبيره ومريضه
واخدة بالي منها. وهو ايه، لقيته عمال يبصلي بصراحة بطريقة فظيعة قوي، ويقول لي بصراحة الرمان عجبني قوي عندك والبطيخ. بقول له رمان ايه؟ وانا عندي رمان؟ ولا عندي رمان ولا بطيخ. انا بقى قصدي يعني انا لا معايا رمان ولا بطيخ. هو بقى قصده حاجات تانية، شغل دماغه في حاجات تانية خالص. شبه ده بده. لا ده الرمان حلو، ده البطيخ حلو، ده انا نفسي اكل من الرمان والبطيخ اللي عندك ومش عارف ايه. المهم فضلت افهم فيه، وانا عملت نفسي انا خلاص فعلا عرفت ان هو قصده على حاجات. فانا حبيت ان انا ايه، يعني اعكسها له. قلت له خلاص اول ما ان شاء الله الليله تعدي انا هروح اجيب لك بطيخه من عند الفكهاني. قال لي بطيخه ايه؟ قلت له بقى مش انت بتقول عايز بطيخ؟ قال لي يعني انت مش عارفه ما تفهمي بقى، ولا مش عارفه اقول لك ايه؟ قلت له امال انت عايز ايه يعني من الاخر؟ قال لي لا انا مش عايز بطيخ من عند الفكهاني، انا عايز بطيخ من عندك انت. قلت له اه. قلت له ده انت مفتح وجريء قوي اهو، ده انا ما كنتش افتكرك كده. قال لي لا ده انا كده واحسن من كده كمان، جربيني كمان وانت هتشوفي ايه. قلت له طب ما يلا بقى اجربك بقى. خلاص تعالى لي بقى نخش خش ادخل البيت من بابه زي ما بيقولوا. قال لي هتوافقي عليا؟ قلت له ايوه هوافق عليك. قال لي بجد؟ قلت له بجد. وفرح بقى جدا هو وطار من الفرحة. طب نقضي الليلة هنا مع بعض في العيادة. قلت له لا، ادخل البيت من بابه، وانا مستعدية يا عم هوافق عليك. هو فرح واتبسط جدا وقال لي خلاص انا موافق. قلت له وانا كمان موافقة، وادخل البيت من بابه وتقدم وتعالى وقول لوالدتي وانا هوافق عليك. هل فعلا اني انا يعني عامل النظافة وانا ممرضة مثلا اني انا استعجلت، واني هوافق على عامل نظافة مثلا اني انا اتجوزه؟ مش حلوة في حقي ولا كده؟ ولا عادي مفيش فرق؟ كلنا ولاد تسعة وكلنا زي بعض، ومفيش فرق بين الغني والفقير، او بين المسكين والضعيف، او كلنا زي بعض ووافق عليه واتجوزه. وزي ما بيقولوا ظل راجل ولا ظل حيط. وهو زي ما بيقولوا كمان مثل كمان بيقولك قعدتي بين احتابي ولا قعدتي بين احبابي. يعني قعدتي في بيت جوزي وفي بيتي احسن من قعدتي مثلا في بيت اهلي مع، يعني المثل بيقول يعني مثلا مع نسوان اخواتي، مع حد مثلا بيضايقني لكن قعدة في بيتي لما اكون في بيتي وفي حكمة نفسي وكده احسن لي يعني. دي كانت قصتنا النهاردة. وفعلا عادي مفيش فرق. وممكن اتأخرت في الجواز بسبب انها ربنا سبحانه وتعالى يعني يرزقها بده، عامل النظافة ده يعني يحتويها، ياخد باله منها، يتقي الله فيها. ودي كانت قصتنا النهاردة. لايك واشتراك ونفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناة معلومة. كل يوم بتقدم حكايات وقصص حصرية، قصص لتوعية البنات والشباب، قصص من الأحداث اللي بتحصل يوميا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.